يجي ماجد ويقوم مزعق ويقول له قوم يالا محدش يمد ايده ولا يضربك غير ابوك. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من فيلم هوليك، ودي السلسله اللي بقيم فيها افلام شفتها لاول مره وانا في الجيش. بما اننا في الجيش اذا تقييم الفيلم معانا النهارده هيكون مختلف. هنقيم الفيلم من ان هو ياخد البرونز لحد الدايموند ميدال. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، ويلا بينا نشوف الفيلم اللي معانا النهارده. هو فيلم 5 جولات، واللي فيه ادم الشرقاوي بيحاول يكون بطل MMA، واللي ابوه ماجد المصري بيدرب MMA. بصراحه يا جماعه دور ماجد خطير، عامل دور اب مادي سادي توكسيك، ما بيهتمش باي حاجه في الدنيا غير نفسه والفلوس. مش بس كده، لا ده هيكون السبب في موت مراته اللي هي عايده الايوبي. يسكت؟ لا ما يسكتش، يتجوز عليها ويطرد ولاده الاثنين اللي هم ادم وارسنك. ارسنك بيمثل في الفيلم يا جماعه. جيس وات ارسنك بيعمل دور ايه؟ بيعمل دور رابر بيحاول ان هو يوصل ويحقق النجاح والشهره. فابنه اللي هو ادم الشرقاوي بيقرر ان هو يخش بطوله MMA وينافس على اللقب. فالفيلم بقى بيبين لك مراحل الصعود بتاعته هو واخوه، ايه الصعوبات اللي مروا بيها وازاي. يعني انا في رايي انا الشخصي هو منحوت من فيلم كريد بتاع مايكل بي جوردن، وفيلم حلم العمر طبعا الاسطوره بتاعت مصر. يعني حتى دخلته في ماتش البطوله منحوته بالملي. ونيجي لماتش البطوله، الماتش اللي طبعا فيه ادم الشرقاوي بيدعك ضرب يعني. ونوصل للمشهد الايقوني في الفيلم، واللي هو واحد من احسن الاداءات اللي انا شفتها لماجد المصري الحقيقه. بيجي في لحظه كده ادم بيكون مرمي على الارض ومش قادر يقوم، فبيجي ماجد والكاميرا تقوم داخله عليه ويقول له ايه؟ بيجي ماجد ويقوم مزعق ويقول له قوم يالا محدش يمد ايده ولا يضربك غير ابوك. فطبعا ادم بيقوم قايم وماسك البطل هينه. انا سمعت الجمله دي من هنا ومت على نفسي من الضحك، مش قادر ابطل ضحك. ده اغرب طريقه تحفيز شفتها في حياتي. هي اصلا ينفع تكون طريقه تحفيز؟ يعني مش عارف صراحه. بس بعد ما رجعت يعني وفكرت لقيت ان هي تطلع من ماجد يعني في الدور ده، يعني تطلع منه. ايوه. وتقييمي للفيلم ان هو هياخد السيلفر ميدال، وده عشان خاطر ماجد المصري وادائه بس، مش عشان حاجه تانية خالص. وبس كده، ده كان الفيلم اللي معانا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك شير سبسكرايب، ولو انت على الانستجرام وتيك توك اعمل لنا فولو علشان تكون واحد من فيلم هوليك. واستناني في الفيلم اللي جاي.